حياتنا في كل التصورات اللي بيوروها لنا دايما عن الشيطان ان هو الراجل اللي لونه احمر، شكله مخيف، وعنده قرنين و... ودايما صوته غريب وهو بيتكلم. دايما شكله بشع، بيطلع بيتصور للإنسان بصورة الشخص المخيف. ده التصور الذهني حتى اللي خلوه عندنا كلنا عن الشيطان. تقريبا لو يعني حبيت ارجع شوية للماضي، هو الشيطان ده كان اصله ايه؟ مش متخيل ان الشيطان ده اصله ان هو كان موجود في الجنة، ان هو كان قريب جدا جدا من الملائكة، قريب جدا جدا من، يعني تخيل واحد ساكن في الجنة، كل المحيطين بيه هم الخلق اللي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بشكل مستدام، قريب جدا جدا من الفئة ديت، هي دي فئة الناس اللي محيطة بيه. فبالتالي هي البيئة اللي حواليه هي بيئة مشجعة على ان هو شخص يكون عابد. هو اقرب واحد شايف ملكوت ربنا سبحانه وتعالى، وشايف قد ايه هو متحكم في كل مقادير الكون. هو قريب جدا جدا من دائرة، من دائرة، مش هقول صنع القرار، ولكن هو قريب من دائرة لا، إدارة الأرض كاملة بشكل كامل. تمام. آآ الشخص ده بقرار خده خلّاه أهلكه، يعني أهلكه، خلّاه موجود ليوم الدين. هو ده الشخص اللي بيُضرب به المثل في إن هو بيضل الإنسان، اللي بيضرب به المثل في إن هو لمّا بيقف يتكلم مع مع أنصاره، إنه اللي هو أغواهم يوم القيامة. هو اللي بيضرب بيه المثل في كل الحاجات اللي ليها علاقة بالجزء بتاع الشر. حتى ده اللي خلّانا إن إحنا بنشبّهه دايمًا بالشخص اللي شكله أحمر وعنده قرنين وشكله غريب جدًا. وهُم دول الصفتين اللي أنا جاي أتكلّم عنهم النهارده. وإيه الفرق بقى؟ يعني أنا حابب اللي هو إيه، إحنا هنا مش جايين نقول أغنية العبد والشيطان. إحنا هنا الفكرة إن هو عقلية العبد عاملة إزاي، وعقلية الشيطان دي عاملة إزاي، وإزاي إن أنا أبقى عبد آآ لربنا سبحانه وتعالى طبعًا قبل أي حاجة. تمام. وبافكّر بالعقلية ديّة، والعقلية التانية عقلية الشيطان. عقلية الشيطان ديّة اللي بيميزها دايمًا حاجتين، وأنا لو هاتكلم على تطبيق نفسي، حياتي أنا عمري ما شُفتهم في حد إلا والشخص ده ما اتقدّمش خطوة في حياته. الشخص ده مَر بأزمات رهيبة، الشخص ده انتهى بيه الأمر إلى إن هو أشبه ما يكون بالهلاك. والهلاك هنا بقى مستويات مختلفة، اللي هو لو شخص كان بيشتغل في مكان فكان هو شاطر جدًا مستواه نزل، لو شخص كان عنده شركة فخسر كل الحاجات اللي هو بيملكها، وهكذا. الفكرة الفكرة هنا في العِند والكِبر. العِند والكِبر صفتين أهلكوا شخص كان أقرب ما يكون للملائكة وكان عايش في الجنة، لشخص موجود في الدنيا، وشخص ملعون إلى يوم الدين. وشخص هو اللي هيكون يعني حامل لواء أهل النار يوم القيامة. الشيطان لمّا ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وأمر الملائكة كلّهم يسجدوا، وهو شايف سيدنا آدم. يعني حتى لو رجعتوا كده الحاجات اللي بتتكلم في الأثر في خلق سيدنا آدم، إن سيدنا آدم خلقه كان قدّام الملائكة، يعني هو كان كائن بيتكوّن قدّامهم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح وبقى موجود قدّامهم. فهو مش حد طلع من العدم. تمام. والشيطان شايف ده، يعني شايف ده قدّامه، وشايفه بينمو قدّام عينه، وشايفه إنه هيكون موجود. ولكن اللي أهلكته، الكلمة اللي أهلكته إيه؟ أنا خير منه. تخيّلوا كلمة مكوّنة أو جملة مكوّنة من 3 حروف أو من 3 كلمات أهلكته، أنا خير منه. هو شايف إن هو آدم ده أحسن منّي في إيه؟ لا بالعكس، ده أنا أحسن منّه. طب أنت إيه المقارنة بينك وبينه؟ أنت موجود زيّك زي كائنات كتيرة موجودة. سيدنا آدم هو عبد لربنا سبحانه وتعالى زي ما الملائكة عباد لربنا سبحانه وتعالى، زي ما أنت نَفْسك مخلوق. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك. فإيه الفرق؟ لأ، الفرق إن أنا خير منه. تمام. طب هل هو يرجع؟ لأ، ما رجعش. بدأ إن هو يكمّل في الضلال بتاعه. تمام. بدأ يكمّل في الضلال بتاعه، إن هو حتى يطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه ينظره ليوم الدين. وإن هو إن ربنا سبحانه وتعالى لو أنظره ليوم الدين، إن هو مش هيسيبنا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش هاسيبهم. الناس هو آدم وذريته وخلقه ليوم الدين، أنا مش هاسيبهم. ال 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 العقلية دي لمّا بتقابل البني آدم بيبقى صعب جدًا. العقلية اللي هو شايف أنا صح، أنا صح، أنا مش غلط، أنا ما باغلطش، أنا الحاجات اللي أنا باعملها
أو اللي أنا الطريق اللي أنا ماشي فيه ده هو الطريق، أنا ما فيش طريق تاني. الشغل ده نوع أنا لو باشتغل في الbusiness، الشغل اللي أنا باعمله ده أو الbusiness اللي أنا شغال فيه ده هو المجال الوحيد. طب أنا لو حد بيقول لي لأ خُد بالك، أنت دلوقتي في مدخلات كتير، في متغيرات كتير أوي في السوق. أنت متخيل إن أنت دلوقتي أصلًا المجال بتاعك ده الAI هياكل المجال بتاعك، تمام؟ فأنت يا إما تستخدم ده كأداة مساعدة معاك، يا إما أنت هتندثر مع الوقت. لا، لا، أنا مش هاندثر ولا حاجة، أنا هاكمّل. طبعًا أكيد المثال الشهير نوكيا، أنتم عارفينه كلّكم. هتغيّري نظام سيمبيان ده والّا هتروحي مع الناس بتاعة الأندرويد وكده؟ لا، لأ، إحنا كويسين. خلاص هيختفي، مش هيكون موجود. الإنسان في الوقت اللي إحنا موجودين فيه ده اللي هيعاند وهيكابر هيختفي، هيختفي وهيندثر، وه و و و ومش هيكون له وجود فعلًا. إحنا الزمن سريع جدًا، وما فيش مجال في العالم، ما فيش مجال في الحياة، ما فيش مجال في الوظايف، في الشغل، ما فيش مجال في الbusiness، ما فيش مجال لفكرة الشخص اللي هو إيه، لأ أنا شايف إن ده هو الصح، لأ وأنا كمان هاكمّل في الطريق ده. اللي إحنا شايفين الأمثال من أكبر حاجة قدّامنا لحد الإنسان اللي بيشتغل في مكان معيّن، والنتايج اللي بتحصل ورا الموضوع ده. ال ال لأ يعني إحنا حتى يعني لو رجعنا تاني لقصة الشيطان، الفكرة إن هو صح إحنا الناس مشيت وراه بقى، ما هو قاعد بيوسوس لنا لحد يوم القيامة وإحنا مشينا وراه. تخيّلوا يوم القيامة لمّا بنقا لمّا لمّا بي لمّا الناس بتقابل الشيطان لمّا بيبقى في النار، في مشهد رهيب ربنا سبحانه وتعالى بيصوّره كده، إن هو الشيطان هيُقف خطيب في أهل النار، هيُقف يتكلّم معاهم. خلاص هو الناس دي كلّها خلاص سمعت كلامه وراحت النار. الناس ديّة هي عبارة عن تجسُّد بسيط أو تجسُّد طبيعي للي عمله الشيطان أو للصفات اللي هي جزء منها شيطاني اتغرس فيهم، فهُم مشيوا ورا الطريق ده، اللي هو أنا قعدت أعاند وأكابر لحد آخر الطريق، لحد بقى ما الطريق ده ودّاني إن أنا فشلت، لحد ما ودّاني إن أنا سِبت الشغل، لحد ما ودّاني إن أنا انعزلت عن الناس، لحد ما ودّاني بقى في مستويات تانية أعلى بقى إن أنا ضِعت أصلًا. فالشيطان بيقف يقول لهم إيه بقى يوم القيامة، وقال الشيطان لمّا قُضي الأمر. خلاص الموضوع خلص، إحنا يوم القيامة وبنتحاسب، وهو واقف بيخطب فيهم. تخيّلوا كده والناس أتباعه كلّهم قدّامه، كل واحد فيهم مشي وراه، خد نفس الصفتين الرئيسيتين فأهلكوه إلى ما لا نهاية بقى، لحد ما لقى نفسه دلوقتي واقف موجود في النار. وقال الشيطان لمّا قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ربنا سبحانه وتعالى قال لكم طريق الحق، وأنا كل اللي عملته إن أنا وسوست لكم وإن أنا دعوتكم، يعني قُلت لكم فاستجبتم لي. وقال الشيطان لمّا قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما عملتش حاجة إلا إني قُلت لكم وأنتم سمعتوا كلامي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا أنتم هتنفعوني ولا أنا هانفعكم. في الآخر كل واحد شاف مصيره في الآخر. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يالّا الحاجات اللي أنتم أصلًا قُلتِ لي عليها قبل كده، أنا أصلًا كافر بكل الأفكار اللي أنا نفسي وسوست لكم عليها. تمام. فهي ديّة النهاية. حتى النهاية بتاعة الصفات دي اللي هي بدأت أصلًا من أول الخليقة، وبدأت من أول الشيطان، لحد ما وصلنا لأول معصية في الأرض لمّا قابيل وهابيل وأحدهما قتل الآخر، لمّا برضه نفس الفكرة. ف ف فال ف فواحد كان عنده حقد على التاني قال لأقتلنك، هاقتلك. ليه؟ عشان عنده حقد على أخوه، ومكمّل التسلسل بنفس الشكل لحد ما نهاية الخلق، وده هيفضل مكمّل. هتُصِر هتاخد طريق العِند وهتاخد طريق الكِبر، هتلاقي النهاية محتومة. النهاية ما فيهاش كلام. النهاية بتاعة الموضوع هي إن أنت يا هتفشل، يا هتبقى وحيد في الآخر. لو بتشتغل هتتفصل، أو هتفقد مكانتك اللي أنت موجود فيها. لو أنت شخص مرموق في المجتمع هتفقد مكانتك مع الوقت، الناس مش هتقدر إنها تتحمّل إنها تتعامل معاك. لو أنت صاحب business هتخسر، وهتلاقي نفسك في الآخر اندثرت. عايز أختم في الجزء بتاع العِند ده، وهو بياخدنا لأنهي مستوى. برضه في تعبير قرآني جميل جدًا في قصة سيدنا نوح. أنتم عارفين سيدنا نوح كان إيه اللي بيحصل معاه؟ سيدنا نوح كان بيبني السفينة على أرض صلبة. يعني تخيّل إن أنا ساكن جنب بيتنا كده، تخيّلوا إن أنا جيت في قلب الشارع اللي هو أصلًا ما فيهوش أي حاجة، شارع موجود أسفلت، ما فيهوش أي حاجة، بيوت من على اليمين أو ومن على الشمال، أو منطقة فاضية، تمام. وجيت في المنطقة ديّة أنا قررت إن أنا أبني سفينة، وباقول للناس إن هو إيه، السفينة ديّة هي أنتم ما فيش حاجة
ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أبني سفينة وما فيش أي حاجة هتنجيكم إلا السفينة ديّة، تمام؟ طبعًا الناس كلّها قالت وهو بقى دي كده نبُص للصفة الشيطانية برضه اللي هو إيه، الراجل المجنون اللي هو جاي بيبني سفينة على البر بيهزر هو بيعمل إيه، وعامل سفينة سيدنا نوح كانت سفينة ضخمة، يعني حتى تخيلهم للموضوع اللي هو طَب أنت لمّا تعمل حاجة ممكن تعمل حاجة صغيرة، تعمل ماكت كده حاجة صغيرة، لكن تبني السفينة الضخمة ديّة ليه يعني يعني حاجة مش مفهومة. طيب خلاص طب تعالوا بقى نشوف نشوف كده تحوّل سريع في الصورة كده لمّا ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى إذا جاء أمرنا، لمّا جه أمر ربنا سبحانه وتعالى وفار التنور، خلاص الأرض السفينة انفجر من تحتها بركان ماء، تمام؟ فبقت السفينة ديّة الأرض كلّها ما فيش حد يقدر ينجو إلا لو كان موجود على ظهر السفينة ديّة، تمام؟ النقطة بقى الشاهد هنا اللي أنا عايز أقوله في القصة بتاعة سيدنا نوح وهو بيكلم ابنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: "وهي تجري بهم في موج كالجبال." تخيّل موجة حجمها قد جبل، الموجة دي عاملة إزاي؟ تخيّل موجة حجمها شُفت الجبال بتبقى عاملة إزاي؟ الجبال وضخامتها وحجمها اللي ممكن ارتفاعها يوصل لحد 8000 متر، 8 كيلو ده ارتفاع، تخيّلوا الموجة حجمها بارتفاع جبل. ففي وسط الجو ده، في وسط الإعجاز إن أصلًا الأرض كانت جافة، بقى فجأة كده اتحوّلت لحجم الجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. سيدنا نوح بينادي مين؟ بينادي ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هو في إيه تاني أصلًا مقنع أكتر من اللي أنت شايفه؟ يعني أكتر من إن أصلًا السفينة كانت مبنية على أرض صلبة. وفجأة الموج اللي بقى موجود حوالين السفينة زي الجبل، تمام؟ طيب دي أول حاجة، الحاجة التانية إن سيدنا نوح كان هو اللي عمّال بيأمره، فإيه إيه أدل تاني أو أكبر تاني كدليل على إن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى من إن الأرض ديّة اتحوّلت بالشكل ده. الرد بتاعه كان غريب جدًا، الرد بتاعه بيقول له إيه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنت بالعقل دلوقتي، جبل إيه اللي هيعصمك من الماء، وأصلًا اللي خلق الجبل واللي خلق الماء هو اللي حط التصوُّر ده قدّامنا، هو اللي خلّانا في الوضع ده دلوقتي، أصلًا الموج نفسه قد الجبل. فسيدنا نوح بيحاول يقنعه وبيكلمه، سيبك من الكبر والعِند ده، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما فيش أنت ما فيش حاجة هتعصمك النهارده من المَيّة، أنت شايف المعجزة بعينك وبرضه بتنكر الموضوع ورايح للسبب اللي هو لا ده أنا هاروح للجبل لو وقفت فوق الجبل هيعصمك، مش هيعصمك، هيعصمك إزاي؟ الجبل لو قادر إن هو ينفع نفسه ما كانش ما كانش قدر يصمد قدّام ال 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 موج المَيّة اللي هو أصلًا بارتفاع الجبل، هو أصلًا تشبيه الموج في المَيّة هنا الجبل، يعني لو حتى افترضنا إن في جبل قدّامي، فالموج اللي جاي على حجم جبل ده، الموج ده عادي هيغطي الجبل ما فيهاش مشكلة خالص، أصلًا الجبال ديّة في وقت من الأوقات لمّا ربنا سبحانه وتعالى هيأمر الجبال ديّة، هتنهار الجبال دي وهتختفي عادي، ده هي بكلمة كن فيكون يعني. في الآخر اللي حصل في القصة وحال بينهما الموج فكان من المهلكين. دي النهاية الحتمية، دي النهاية الحتمية لكل واحد هو مُصِر ومُعاند وهو شايف إن أنا ده الطريق والطريق ده أنا مش هاغيّره وأنا ماشي صح وأنا اللي صح، لا، لأ، ده أنتم مش فاهمين، لأ، ده أنتم مش عارفين، لأ، ده أنا هاجي في نقطة معيّنة، لأ، ده أنا مخطط لكل حاجة. النهاية واحدة، النهاية محتومة. طب لو عايز أقول نصيحة هنا في آخر الفيديو ده، اوعى تكون عندك الصفة لو أنت عندك جزء من صفة العِند أو الكِبر، فأنت عارف إن أنت عندك جزء من الشيطان، أنت عارف إن أنت الجزء ده هو اللي دمّر هو اللي خلّاه يخرج من الجنة، هو اللي خلّى قابيل وهابيل هو اللي خلّى أول جريمة في الأرض، وهو اللي مكمّل في التسلسل ده لحد يوم القيامة، هو ده أصل الشر إلى يوم القيامة هو العِند والكِبر، أصل الشر ليوم القيامة هو العِند والكِبر. اوعى لو أنت بتشتغل والسوق حواليك اتغيّر تفضل واقف مكانك، هتختفي، هتهلك. اوعى وأنت بتشتغل أو أنت عندك تجارة وخلاص كل المؤشرات حواليك بتقول لك إن أنت لازم تغيّر، لازم تتطوّر، المجال ده خلاص لو كمّلت فيه بالشكل ده هتنتهي وتفضل مُصِر على رأيك لأ ده أنا مكمّل، لأ هي كده تمام. اللي هي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، زي ما شُفناهم هنعمل زيّهم، ما فيش، الوقت بيتغيّر والكون بيتطوّر، أنت لو وقفت وفضلت مكانك ومُصِر وشايف كمان إن أنت صح، أنت هتختفي، أنت مع الوقت المصير واحد والنتيجة حتمية وما فيهاش كلام يعني.
حبيت أشارك معاكم الخاطرة، يمكن طوّلت شوية النهارده، بس حبيت أشارك معاكم النقطة ديّة، حاسس إن هو مفهوم مهم أوي، لإن ده بيتعلّق بفكرة العقلية بتاعتنا، بيتعلّق بفكرة التصرفات اللي إحنا هنعملها على أرض الواقع وحياتنا نفسها. وفي الآخر حبيت أشارك معاكم إن إحنا إن شاء الله ف عندنا في الbrand بتاعنا في Royal Cadeau، يعني إحنا عندنا تحدي كده، تحدي ال1.000.000، إن إحنا إن شاء الله في شهر 6 الجاي المبيعات بتاعتنا توصل ل1.000.000 جنيه، والخطوات اللي إحنا هنمشي فيها. الأول إحنا بس ماشيين في خطوات نفسية كده، لإن إحنا لو نفسيًا بقينا مهيئين، هنبدأ بعد كده ندخل بقى في خطوات بتتكلم أكتر عن الbusiness، وإزاي إن أنا أقدر أعمله، وإزاي إن أنا أقدر أعمل scale up للbusiness بتاعي، وإزاي إن أنا أقدر أرفع الحجم المبيعات بتاعتي أو الbusiness بقى من أول ما أخطط له من الأول خالص، لحد ما أعمل دراسة الجدوى بتاعة المشروع، لحد ما أختار المجال اللي أنا هاشتغل فيه، أعمل له prototype إزاي، أبدأ أقيس المجال ده، واهتمام السوق بيه عامل إزاي، أبدأ أطوّره إزاي، أبني فريق العمل أصلًا إزاي، وهكذا. كل الحاجات اللي ليها علاقة بbusiness إن شاء الله هنتكلم فيها في حلقات جاية. شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.